العيد عاد المشاعر في أماكنها، وتبسمت كل ذكرى مع تلاقينا. دوما شعوري تجاه العيد لا يفنى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلقك. سلام غالياتي مشتركاتي الوفيات، وش راكم البنات؟ جيت نقول لكم هنايا صحة عيدكم، ان شاء الله يكون عقب عليكم العيد بالصحة ولهنا، ان شاء الله يا رب كنتوا كامل ملمومين مع بعضاكم، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. كما راكم تشوفوا غالياتي جيت وجبت لكم، راني على بالي شويه رطع، مي البنات خليتكم تاخذوا راحتكم، خليتكم تعيدوا تحوسوا تغافروا، ومن بعدها اكيد راح تقعدوا دوكا وقت كيما نقولوا القرايه وكلش ما عندكم ما تخدموا كتصراحوا، وان شاء الله يا ربي بعد رمضان تقعدوا تتفرجوا الفيديوهات. الله الله، انا ثاني البنات حبيت ندي فتره يعني نستراح فيها بعد يعني رمضان، على بالكم تعبنا بزاف، بصح البنات هكذا كيما نقولوا حبيت اني نطلق لكم الفيديوهات شويه متاخره باش تتفرجوهم براحتكم ويطلعوا شويه المشاهده. كما راكم تشوفوا غالياتي اليوم جيتكم بفيديو تاع عرفه تاع اخر يوم رمضان 2025. كما راكم تشوفوا البنات في عرفه انايا عندي بزاف خدمه، يعني عندي تسييق حاشاكم، عندي نطرح الحاله، عندي طابله الصالو، عندي نطيب الفطير الفانمسه يعني صيفيه، عندي نروح نهار صبحيه العيد. قولوا لي البنات واش تغديتوا؟ يعني كل منطقه وكيف كاين اللي يديروا بربوشه شخشوخه، حنا البنات نديروا الفطير. يعني درت ثاني البنات كان المقروط ثاني، يعني كنت درتو ليله من قبل درتو بالجمعه، حبيت نطلق لكم الفيديو نتاعو. كما راكم تشوفوا هنا غالياتي بعد ما كنت عجنت الفطير تاعي هو الاول بديت به طيبته، جا الله يبارك يهبل. جيت نحكي لكم البنات على واحد الدقيق يهبل هذا الدقيق البنات، واسمه الدقيق العاليه. شوفوا البنات روعه يعني مجرب 100%. حبيت نشاركه معكم هكذا البنات يعني تستفادوا هكذا، يعني شوفوا 25 مليحه و 10 كيلو مليحه في زوج مليح يعني. كما راكم تشوفوا غالياتي يهبل وما يتقطعش. وشوفوا البنات غير تشمخوه برك، مثلا انا شمختو الصباح وخليته العشبه، والله يا البنات غير به عجنتو جا خفيف 5 دقائق يعني عجن روحو بروحو. وهنا غالياتي جيت هنا ضربتها في التدويشه الله الله تاع العيد، تفحفحت روحي باللبيا، درت لي بغيم تاوعي، درت لي كريم تاوعي. شوفوا البنات يعني درت تدويشه كبيره. وهنا جيت البنات باش نوري لكم مشترياتي كنت شريتهم للعيد، يعني هكذا مشتريات خفيفه برك، كي خرجت كسيت روحي كنت شريتهم. اول حاجه بديت لكم بها كنت شريت هادو اظافر الصاليت جايين بزاف كلاس، ولا كولر تاعهم في البوردو يهبلوا، يعني يجي معاهم هذيك اللصقه نتاعهم سبيسيال، يجي معاهم الليمن تاعهم تلميو ظفاركم تركبوهم يجيو روعه يا البنات. والله العظيم ما طاروليش من البرومي جور حتى دوزيام جور، يعني العشوه في الليل باه نحيتهم. كنت شي ثاني البنات هذه الحلقوس تاع نسيبتي العزيزه، راح ندير حلقوس من الفوقه. شي ثاني البنات قلت لكم سيرام تاع شعر. شي ثاني هذو اللي الفلامينغو البنات روعه دوك نحكي لكم عليهم كيفاه نستعملهم. شي ثاني البنات هذا زيت جوز الهند، يعني كريم هكذا تاع جوز الهند تجي في الشعر بزاف هايله مليحه ترطب الشعر. ديريها يعني تقدري ديريها بعد الدوش، تقدري ديريها يعني ثاني قبل الدوش كيما تحبي، بزاف هايله. تقدري ثاني ديريها في الليل وترقدي صباح تنوضي تدوشي ثاني مليحه بزاف البنات هذه تاع جوز الهند. وكنت شريت البنات ثاني شويه تاع هكذا مكياج، يعني حاجه خفيفه برك، كان عندي يعني من قبل الفوندو تاع والفاغاج وهذو كامل كانوا عندي، هذا واش كان خاصني برك. بالنسبه للبنات هذه الماسكارا بزاف هايله تعجبني روعه نتمنى انكم تجربوها. كما راكم تشوفوا شي ثاني هذا الغوج عليف جاي هكذا في النيود، به يهبل البنات هكذا جاي مات. نحب شويه انا يكون مات، يعني مش بزاف مات وشويه يعني زيتي هكذا، يعني من الاحسن تشريهم هكذا. شوفوا البنات ثاني كنت شريت هذا الايلاينر بزاف هايل، نتمنى انكم ثاني تجربوه هايل روعه يا البنات. شوفوا جاي روعه. وهذه لا كريم اكيد على بالكم بها، نحبها بزاف، مي خلاص نجيب وحده اي مش غاليه البنات يعني رخيصه، دير غير 20 في البنات. كنت شي ثاني البنات عفوا كنت عمرت ثاني هذه ريحه ذهب البنات، ريحه اميره العرب كي تعرفوها، مي القرعه تاعها البنات الاوريجينال غاليه، عمرت منها البنات، عمرت يعني منها اوريجينال ثاني، ما عمرتها كيما نقولوا قيس يعني دراهمي برك هذا مكان. وهنا جيت نحكي لكم على حق الملح اللي جاني في الدقيقه الاخرى. كان زوجي تاعي ربي يحفظه ويخليه لي ان شاء الله، كان جاب لي حق الملح، جاب لي بارير قال لي شوفي ان شاء الله ربي يرزقنا نستكنا ونجيبوا لك ذهب هذا مكان. قلت له واخا ربي عايشه، قلت له الدنيا وما فيها كي تفكرتني برك الدنيا وما فيها. جاب لي بارير قال لي ديريهم على غوب تاعك. شوفوا يهبل البنات، يعني ما لقيته بلاكي وكلش بصح جاي كلاس عجبني، وكان ديما في بالي هكذا يعني نشري بارير نعيد بيه. مي هذه الخطره كان جابوا لي قال لي حق الملح نتاعك، حكيت له قلت له هكذا حق الملح وكلش، ديما نعث لي فيديو وكلش. قال لي صبري برك صبري برك ما يرزقني ربي ان شاء الله وهاني نشري لك. والله غير حتى البنات غير دخلوا ليا وقال لي هاكي انا جبت لك حق الملح تاعك اسيدي.
ربي يخليك ليا ان شاء الله، ما يحرمنيش منك. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا جيت نوري لكم انايا واش ندير لي كوماج باش نتهلا بروحي نهار ليله عرفه، يعني كوماج العيد. شوفوا البنات انا هذا ديما نابليكي في وجهي بعد الدوش، نتوما تقدروا ديروه قبل الدوش عادي. وشكون جبت البنات هنايا في هذا الكوماج راهم داير حاله يعني في مواقع التواصل، مي انا والله يا البنات دائما معتمدته من قبل ما نتزوج، كنت معتمدته هذا. نجيبوا البنات صفار بيضاء نديروا فيه مغرفه قهوه ومغرفه تاع نشا، نخلطوهم باللبيان ونابليكيهم كامل في وجهنا، نخليوه حتى ينشف هكذا، ونوليو البنات نفركوه هكذا يعني ساير داير، يعني ديروا عمليه ساير داير هكذا في لافابو بيان سور هكذا باش ما توسخوش الحاله. وكيما نقولوا من بعد باه تغسلوه. كاين اللي عندهم البنات هذوك سبيسيال يعني اللي يحكوا الوجه بهم واحد الكاسات هكذا سبيسيال يديروهم في الوجه، كيما نقولوا يفركوا بهم الوجه من احسن خير من اليد. وحاولوا البنات انكم ما تجرحوش وجهكم بالعقيله، راح تنحيو كامل هذاك الكشور، يجي الفوندوته تاعكم صافيه نهار العيد تحيروا نتوما وتحيروا في وجهكم. شوفوا البنات بعد ديروا اي كريم هكذا يعني خاصه بالوجه ولا، وتقدروا كيما نقولوا ديروا ثاني شويه هكذا زيت في وجهكم، كش ما هكذا زيت جوز الهند ولا عفسه ولا زيت اللوز ولا، وتخليوه كيما نقولوا يجي فيه واحد البغيونس بزاف هايله البنات، يجي هكذا يبري. جيت نحكي لكم البنات على هذو الفلامينغو اللي بنات قوه بزاف هايلين روعه. شوفوا تحكموا تجيبوا الفلامينغو تاعكم وتجيبوا اي زيت اي كريم اي حاجه يعني تقدروا انكم تابليكيوها في وجهكم. وهذيك البنات الفلامينغو تاعكم البنات لازم عقموها البنات، يعني مسحوها هكذا بلانجات تكون معقمه، مسحوها هكذا بالعفسه تكون يعني هكذا كيما نقولوا لازم تعقموها، لازم يعني حاجه ضروريه. ومن بعد نمشيو كامل على وجهنا. شوفوا البنات من فوق حاجبنا يعني حتى اللحيه نتاعنا يعني حتى كما نقولوا تحت فمنا يعني كامل، لازم الوجه كامل هكذا. شوفوا البنات نحيو منه الاوساخ، نحيو منه داك الكشور، الطبقه الاولى دي كامله تقشروها، والله يا البنات راح تجيكم واحد اللمعه في وجهكم، تحيروا نتوما تحيروا كي ديروا الفوندو تاع المكياج يجيكم بزاف هايل. كاين بزاف اللي يديروا مكياج يجيهم القعر في وجههم بعد الفوندو تاع ما تنشف، هذه طريقه راح تجيك روعه. وبعد نزيدو نديروا ماء الورد. شوفوا البنات راح تجي واحد اللمعه في وجهكم تهبل. وهنا غالياتي كيما راكم تشوفون بعد ما كنت خلصت درت هذيك لا كريم في يديا، قلت لكم اعتمدتها نحب نديرها دائما. بزاف يقولوا لي يديك على ديما هكذا بيوضه وديما كيما نقولوا هكذا فيهم هذيك البغيونس، نقول لكم البنات انا ديما نستعمل هذيك لا كريم. بعد جيت هنا البنات لشعري، كنت جبت هذه لا بغوص راح نمشط شعري، راح عفوا نشاورو. شوفوا كيف راه في حاله يعني غسلته بالبيا ودوكا رايحه ندير له بليسر ولا بهذه لابغوس. نحب نمشط بها هكذا دائما، ندير شويه سيروم ما تكثرش بزاف باسكو شعري اصلا مزيت. انا ديما البنات تشهر في عرفه يقولوا لي نتوما اسكو تشهروا صباح العيد ولا تشهروا في عرفه. بعد ما تشورت شعري وعصمته البنات كيما ناس بكري وزمان الله الله، جيت هنايا راح نحني الله الله ليا ولا زوجة تاعي. حنيت البنات شوفوا يعني والله الحنه سخفت عليها عامين ما درتهاش، قلت لكم درتها غير في المولد يعني دويره هكذا صغيره. يعني كانوا هذا رمضان، هذا هو رمضان يعني الوحيد اللي عقب كيما نقولوا الحمد لله برحمه ربي. رمضان اللي فات البنات كان عقب يعني كانت عجوزتي ربي يرحمها ماتت. رمضان اللي قبله ثاني كان مات سلفي، يعني واش نحكي لكم ما حنينا ما فرحنا ما والو، كان ديما احزان هذه المره الحمد لله يا ربي. يعني كان عقب رمضان بالصحة والهنا. وهنا غاليتي جيتكم بلا روسيت اللي كامل طلبتوها مني، لا روسيت تاع مقروط المقله اللي انا بزاف مشهوره بها في لافامي تاعي، لافامي تاع راجلي كامل يحبوها، لافامي تاع دارنا يموتوا عليها، يعني كامل يقولوا لي مقروطك الله يبارك في القمه. وهنا حبوباتي جيت راح نوري لكم لا روسيت نتوما مشتركاتي الغاليات، كنت درتها معكم البنات في العيد اللي فات، مي هذه المره جبتها لكم يعني بالتفاصيل تاعها يعني. وروحوا البنات تطلعوا على الوصفه الاولى راهي نفسها هي بدات ما بدلتيها والو. كما راكم تشوفوا غالياتي كنت جبت الكيلات تاع السميد يكون متوسط، انا استعملت السميد تاع ماما. كما راكم تلاحظوا درت له البنات كيله تاع فارينه، يعني 3 كيلات دقيق متوسط تاع ماما وكيله فارينه. درت له البنات مغرفه تاع قهوه تاع ملح، درت له ثاني لاغوم تاع المزهر يعني عطر المزهر، تقدروا ديروا بودر كما تقدروا ديروا كما درت انا ليكيد. هنا غالياتي بنفس الكيله اللي كيلنا بها جبتها كيله سمن ناقصه صبع، هذاك الصبع البنات كملته بالزيت كما راكم تلاحظوا. من بعد راح نبسوا هذاك الدقيق نتاعنا مليح حتى يتشرب كامل هذاك السمن، يعني لازم كي نشكلوه كره في يدنا راح تكون متماسكه ما تكونش يعني تتفتت
كيما راكم تشوفوا البنات حاولوا انكم ديروا بكف يدكم برك تحكوه بيان هذاك الدقيق باهي. قلت لكم هذيك الحبه تاعكم تاع الدقيق تتشرب، يعني ماشي غير تشوفوه هكذا صفار برك وتشوفوه هكذا من برا يعني تشرب تقولوا نتوما راهو تشرب. شوفوا شكله كيما درت انا هذا بيدكم الحبه تاع عفوا الكربوعه تاعكم تاع الدقيق مش راح تتشكل. ديروا البنات حوالي 20 دقيقه كي والو نص ساعه، يعني قد ما حكيتو خليوه يروبوزي شويه يزيدوا يعاودوا، خليوه يروبوزي شويه يعاودوا حتى نشوفوا البنات كي ديروا هكذا بيدكم. شوفوا الحبه تاعكم كيفاه ما تتفتتش، بصح تتلاحوا ليها تتفتت عادي. وانا البنات كنت خليته بيت ليله كامله، يعني كنت بسستو بالخميس في الليل الجمعه درتو. وهنا البنات الغرس تاعي كان واجد الله يبارك يهبل. كنت شيت هذاك الغرس لي سبيسيال تاع البطانه ومخدوم وكلشي يهبل الله الله. درت له شويه باك تاع الزبده باسكو جا بزاف هايل يا البنات. هذا الغرس ننصحكم انكم تجربوه، هذاك اللي يتباع في السواشي يعني راهو بارتو يعني في كل بلايص. درت له شويه جنجلانيه محمصه وشويه تاع سمن، هذا مكان وعجنته. جيت هنا البنات المقراط نتاعي كنت جبت هكذا غيسيبيون او غميقه، حطيت فيها كميه من هذاك الدقيق اللي كنت بسستو. راني البنات درت هنايا كيله تاع الماء، كيله هذيك اللي كيلت بها الدقيق وكيلت بها السمن، درتها نص ماء ونص مزهه راح نجمع بها المقروط نتاعي. جبت هنايا البنات كميه هكذا بالغميقه تاع بحربوش قيس حربوش، شمختها باللبيه شويه جاريه ومن بعد خليتها نشفت ومن بعد وليت هنا البنات شكلتها حربوش حشيته من داخل بالغرس عادي. انا نحب الغرس يكون شويه باين كما نقولوا يقعد مقروط، يعني ماشي ما نكثروش الغرس نقولوا يجي رقيق، والله من الاحسن انكم تكثروا الغرس باش يجيكم من داخل بنين ويجي الفري يعني مقروط. كما راكم تشوفوا غلقتوا بالبيا ورصوا بيديكم البنات هكذا، يعني نسرع لكم ما لقيتو في الفيديو بصح راني نفهم فيكم مليح. يعني رصوا قبل ما يعني قبل ما تدوروا هذاك الحربوش تاعكم كامل طويل. انا قررت البنات اني في العيد نديرو يعني بالنقاش، يعني حبيت نديرو بالنقاش، يعني نقشتو جا الله يبارك يهبل، ما حبيتش خاطر هذه نديرو بالمول. كما راكم تشوفوا شكل الحربوش نتاعي. كاين اللي يحبوا يقليوه هكذا، انا ساعات نديرو هكذا طول مقلي، يحبوا بزاف زوج تاعي مقلي طول يعني ما فيه حتى مول ما والو. كما راكم تشوفوا درت عيني ميزاني تقدروا نتوما ديروا يعني كما نقولوا حبه تحكموا عليها الكيل باش يجيوكم الحبات كامل قد بعضهم. شوفوا هذاك الغرس جا قد قاد جا، يعني المقروط تاعي ماهوش مشقق يعني من الموم. لازم البنات يعني المقروط تاعكم ما يجيش مشقق من الفوق. شوفوا يعني الا حسيتوا بلي العجينه تاعكم ناشفه تخدموا فيها بلوا يديكم في الماء وخدموا، هذا مكان. شوفوا البنات دوكا هنا بعد ما شكلت المقراط نتاعي كامل جيت هنا باش ننقشو. انا عندي هذا النقاش هكذا جاي شويه رقيق يعني ماهوش خشين بزاف، يعني درت شكل ريشه سهله بزاف. يعني حاولوا انكم كي تنقشوا ما تفتحوش النقاش تاعكم داخل العجينه، يعني حتى تخرجوه من العجينه به تفتحوه. نحب البنات نعطيكم هذو لي زاستيس يعني مهمين بزاف، تبعوا لي طاب يعني هذو بزاف. قلت لكم البنات المقروط تاعي علامه والله يا البنات غير يجي يهبل كامل يعجبهم، يعني جامي يعني ذا واحد ذاك المقروط نتاعي وما قاليش يعني الله يبارك يهبل. كما راكم تشوفوا نقشتو انا كامل هذه الكميه البنات تاع الغميقه تاع شربه، يعني انا دارت لي البنات حوالي 80 حتى ل 90 حبه. كيما راكم تشوفوا قلت لكم سويوا لي كوتي بالاخر هكذا بيدك برك باه تشكلي على شكل ريشه. انا نقشت المقروطه تاعي كامل وخليته يريح حتى من بعد الفطور البنات باش كنت اقليته. كنت درت زيت سخونه تكون شويه البنات غزيره، يعني ما تكونش البنات الزيت تاعكم. انا والله يا البنات ما كتبتش اني نصور لكم كيفاه قليته كيفاه عسلته. مي البنات انا من المقله طول للعسل يعني ما نخليش يستكتر، ولا نهزو من المقله كيما راه نلوحو في العسل. هذا هو السر تاع المقروط، يجيك معسل ويجيك طري ويجيك بنين ما تيماجينوش البنات. مع الاول البنات تلوحو حبه كي تلقاوها باللي كيما نقولوا لازم تتغطى بالزيت تاعكم، ومن الاحسن تكون البوبيطه تاعكم ثقيله. تبعوا البنات برك هذو لي زاستيس ما لقيتو ما صورت لكمش كيفاه قليتو، مي تبعوا برك لازم تكون المقله ثقيله ويعني بوبيطه ولا كيما نقولوا هكذا تكون كطاوه ثقيله ولا من تاع بكريه ذوك عمروها زيت، ويعني كيما نقولوا واحد النص هكذاك تاع اطره مثلا ديروا اطره زيت ولوحوا حبه المقروطه تاعكم هذيك كي تلقاوها كيما نقولوا غرقت كيما نقولوا حنايا في هذاك الزيت كملوا لوحوا الحبات الاخرين. هذا مكان ديروا نار ابتيفو هكذا باش يطيب من داخل، وكيما نقولوا ومن قلت لكم من تنحيوه من الزيت طول في العسل.
ومن بعد ما بلا طابت الحبات الاخرين تكونوا نحيتوا هذوك الحبات من العسل حطيتهم يستقطروا في الكسكيس. وهنا غالياتي وصلنا لافان تاع الفيديو، ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم، ان شاء الله كان اعجابكم هذا الفيديو. شوفوا لنا صورت لكم شويه اجواء هكذا برك تاع العيد واجواء تاع عرفه في بيتي. انتظروني البنات في الفيديو تاع العيد، الفيديو المنتظر كامل ان شاء الله. يا ربي كان اعجابكم هذا الفيديو. سلام غالياتي.